ازيكم احلى مشاهدين في الدنيا، مشاهدين قناتنا افكار وابتكار. يا رب تكونوا بخير. النهارده مع بعض كده زي ما عودناكم ان احنا بنحاول نقدم لكم كل جديد، كل مفيد لبيتك لمطبخك كمشروع ممكن تعمليه، ويا رب نكون بنقدر نوصل لكم الفكرة او بنحقق هدفنا من القناة، ان احنا نكون متنوعين نقدر نفيدك في كل حاجة. فالنهاردة هنعمل مع بعض حاجة تقدر تفيدك، ان انتي كتستعمليها برضو في بيتك او تستعمليها كاستعمال مشروع تكسبي منه ما شاء الله دخلها حلو وربحها حلو قوي، ومش مكلفة خالص ومش متعبة خالص. نخش في الموضوع على طول وهنقولك احنا محتاجين ايه وهنعمل بيه ايه. دي عجينة سكر. عجينة سكر ده تقريبا نص كيلو ب15 جنيه، ممكن تجيبي اقل على حسب ما انتي عايزة. بس اهم حاجة النهاردة في شغلنا ان هي تكون بيضة مش ملونة، عشان تقدري انتي تشكليها زي ما انت عايزة. النهاردة بصي كل الشغل اليدوي او الهاند ميد او الحاجات اللي هو الشغل اللي في البيت بقى مطلوب جدا، وبقى بيتعمل له اونلاين. ناس كتير بتعمل اونلاين وبتلاقي الحاجات ديت حتى من غير ما تخرج وهي في بيتها، من غير تعب ولا مجهود ولا اي حاجة. النهاردة طبعا اللي ما يعرفش ده اللولي اللي احنا بنجيبه الغريبة وبنحطه على الحلويات وعلى التورت. طبعا اللي جابه واللي عمل غريبة او جابه للتورت او الحاجات ديت عارف هو سعره قد ايه. يعني شوية صغيرين منه كده، حبة كده، ازازة صغيرة قد دي كده مثلا بتتباع مثلا ب10 ب15 جنيه على حسب ما انتي بتاخديها. وهي بجد الكمية دي ممكن تطلع لك اكتر من 100 ازازة من دي. الكمية اللي معانا اللي هي الصغيرة دي، فانتي بقى يعني بنفسك كده احسبيها شوفي هو قد ايه مربح وجميل قوي. احنا محتاجين معانا هنا ده جليتر برضو من عند مستلزمات الحلويات. في منه كل الالوان، لان انا جايبه بس عشان اوريكم، فانا جبت السيلفر وجبت الذهبي، وممكن كمان تجيبي الوان طعام من ديت كذا لون. معايا الازرق والاورنج والاخضر اهو، نلون بقى زي ما احنا عايزين ونعمل وردات نعمل اشكال. هقولك بقى احنا هنعمل ايه. اول حاجه انت بتجيبي الطبق كده، طبق غويط شويه، وبنحط فيه شويه من الجليتر اللي هو ايه الفضي ده او السيلفر. بصي بقى شوفي البساطه، يعني حاجه ممكن تعمليها خالص بايد واحده. بصي انا هعمل ازاي اهو، انا قربتلك من الكاميرا خالص اهو. حاجه ممكن تعمليها وانتي ماسكه الموبايل كده بتكلمي اي حد، واحده صاحبتك، بتطمني على حد. بصي كل الحكايه اهو، مفيش صعوبه مفيش حاجه اهي، كور صغيره خالص بتقدري تعمليها. عشان كده انا قلتلك الكميه دي هتطلع معاكي كميه كبيره قوي. طبعا انت بتكملي كده للاخر. بس يا حبيبتي اهو، هو انت شايفاه ابيض اهو، مجرد بس ان انت بتعمليه كده اخد معاكي اللون السيلفر. انت بقى بتكملي للاخر، بتعملي بقى كميه، يعني انا مش عايزه اقولك ان الحته دي بس كده ممكن تملى لنا الطبق. انا بقولك بمعدل ان انت لو هتعينيه في التلاجة هتستعمليه انت تورت او غريبه او حلويات جاهز عندك، وانت عاملاه بايدك وعارفه انت عاملاه ازاي. لو هتعمليه مشروع برضو مستلزمات الحلويات بيبقى يعني عليه اقبال حلو قوي، يعني هيتباع معاكي بسهوله قوي. كده انا عملت معاكي كميه، انت بقى هتكملي للاخر، وزي ما وريتلك الفكره كده بتكمليه وبتعمليه بس كده وبتسيبيه بقيه اليوم، يعني يوم كامل ينشف. انت هتلاقي بقى معاكي هو نفس اللولي بتاع الغريبه.
طيب عايزين نعمل ايه؟ وردات مثلا زي دول. هقولك الموضوع بس محتاج شوية ايه، هنعك ايدينا بقى وشوية لحوسة بس شوية، بس هو بيطلع من الايدين بسهولة جدا يعني، مفيش فيه اي مشاكل. بس هنجيب شوية هنا في طبق، هناخد حتة كده. بصي الناس اللي هتعملها مشروع، في طباعات للحاجات دي بتبقى صغيرة اوي، بتعمل معاكي وردات، بتعمل معاكي نجوم، بتعمل اشكال كتير قوي على حسب الشكل اللي انت هتختاريه. بصي بقى يا ست الكل اهي، مجرد ان انتي هنعمل وردية برضو دلوقتي، برضو بتبقى مطلوبة قوي وعليها اقبال جامد قوي في محلات مستلزمات الحلويات. الحاجات ديت بتوفر معاهم وقت جامد، وبتطلب وبتتباع عندهم كتير قوي بسهولة، فبجد هيبقى عليها اقبال حلو قوي. بصي بقى السهولة في الوردة، احنا برمنا بس الحتة اللي قدام دي، وبتبدأي تمشي، بنلف بس كده، وانت بتلفي بتفتحي كده معانا، كده عملنا وردية من غير تعقيد واي حاجة. وممكن ترش عليها شوية بس كده، او تحطيها كده تاخد لون. حابة برضه اوريكي طريقة تانية، او احنا شلنا الجليتر اهو، هنجيب حتة برضه صغيرة كده لون تاني. بصي اللي بيفضل معاكي يعني بتعملي كمية على قد ما انتي هتقدري تتصرفي فيها او هتمشيها، وبتعينيها في التلاجة وتعملي الكمية التانية، مش لازم برضو تخلصيها كلها في وقت واحد. بصي زي ما قلتلك دي الوان طعام، انا حابة اللون الازرق بصراحة، بعشق اللون ده قوي. فهناخد حبة كده، نقطتين 3. بصي عشان كده انا قلتلك نجيبها بيضة، بحيث ان انتي بتديلها اللون اللي انت عايزاه. بصي هي ما بيدهاش، نلون ايدينا، بيطلع على فكرة من الايد بسهولة جدا. بصي زي ما انت شايفة اللون حلو اهو معاكي. بتبدأي برضو عايزة تعملي منه كور، زي ما انت شايفة كده، كور زي دول صغيرة، او زي اللولي كده للحلويات. بقى الالوان دي بتدي شكل حلو قوي للتورت. محلات التورت والجاتوهات برضو بتطلبها، تبقى حلوة قوي معاكي. ممكن برضو نعملها ايه، وردة اهي. بصي صبعتيها بس انتي كده، نبدأ نفردها بايدينا. هي طبعا بتحتفظي بيه في التلاجة، لان الجو حر قوي وهي بدأت تسيح معايا اهي. شوفي بسم الله ما شاء الله الجمال. تفردي على قد ما تقدري، تلفي الوردة بقى انتي براحتك، تعمليها كبيرة تعمليها صغيرة، تجيبي طباعات للموضوع ده. لو الموضوع ان شاء الله يا رب يكرمكم يا رب ويمشي معاكم، تبقى فتحة خير عليكم يا رب، باب رزق جديد ان شاء الله. وتدعوا لي دعوة حلوة كده. ودي وردية جميلة اهي. يلا بقى كده ان شاء الله الموضوع يمشي معاكي ويحقق لك مكسب حلو قوي، وتدعي لي دعوة حلوة كده. ولو عجبتك الفكرة النهاردة والمشروع بتاعنا، اعملي لي لايك وشير واشتراك في القناة، عشان نقدر نقدم لك كل جديد ونفيدك بكل جديد بينزل معانا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.